زيك يا صاحب الكورة، عامل ايه؟ لو انت من الناس اللي بتحب الدراما والمفاجآت والقصص اللي بتخليك تقول ايه ده من غير ما تحس، يبقى الماتش ده اتعمل مخصوص عشانك. ماتش نهائي كاس عاصمة مصر بين مين ومين؟ بين سيراميكا كليوباترا اللي جاي يكمل سيطرته والبنك الأهلي اللي كان بيحلم يكتب التاريخ. قصة ماتش مش مجرد 90 دقيقة كورة، دي حكاية بطولة اتخطفت من بطل ومجد اتحقق بإصرار وذكاء. جاهز تسمع التفاصيل؟ بس خليك معايا للآخر عشان في لقطات هتخليك تعيد الفيديو أكتر من مرة. يا جماعة، ماتش امبارح ده كان قصة لوحده، قصة فريق اسمه سيراميكا كليوباترا. يمكن مش هو الاسم الأكبر في الكرة المصرية، بس بقى كابوس لأي فرقة بتدخل معاه بطولة كاس الرابطة، أو زي ما اسمها الجديد بقى كاس عاصمة مصر. سيراميكا مش مجرد بطل، ده محتكر للبطولة للمرة الثالثة على التوالي يكسبها. انت متخيل؟ كأنه الكاس ده اتفصل على مقاسه. طيب تعالوا نرجع لليلة الخميس دي. أجواء نهائي، استاد السلام كان بيستنى مين اللي هيشيل الكاس ده. البنك الأهلي بقيادة كابتن طارق مصطفى اللي عمل مشوار رائع ووصل للنهائي بعد ما كسب إنبي برباعية. كان بيحلم إن الكاس ده يكون بآية جديدة ليه. وسيراميكا تحت قيادة أيمن الرمادي جاي عشان يؤكد هيمنته ويثبت إن التتويجات اللي فاتت دي ما كانتش صدفة. الماتش بدأ وهما الاتنين بيحاولوا يجسوا نبض بعض، كل فريق عايز يسيطر على نص الملعب، بس الحقيقة كانت الأفضلية لسيراميكا. اللعيبة كانت باينة عليها الروح العالية والثقة، عارفين إنهم بيلعبوا على بطولة وإنهم أبطال آخر نسختين. بس البنك الأهلي ما كانش سهل، كانوا بيحاولوا يقفلوا المساحات ويستغلوا أي فرصة في الهجمات المرتدة. الدقائق بتعدي واللعب في نص الملعب، بس فجأة في الدقيقة ال40 تحصل اللقطة اللي قلبت الماتش كله. تخيل معايا كده، محمد رضا بوبو لعيب نص الملعب بتاع سيراميكا بيستلم الكورة في نص ملعبه، والكل بيتوقع إنه هيباصي، لكن بوبو كان عنده رأي تاني خالص. بياخد الكورة وبيخترق، مشي عدى من واحد من اتنين، التالت بيحاول يلحقه، لكن بوبو كان في عالم تاني. مشي بالكورة وكأنه بيتفرج على فيلم في صالة عرض، دخل على حدود منطقة الجزاء وفجأة تسديدة صاروخية باليمين. الكورة صاروخ يا جماعة، بتعدي من كل الناس وبتسكن على يمين حارس البنك الأهلي عبد العزيز البلعوطي اللي ملحقش يعمل أي رد فعل. هدف عالمي من بوبو، هدف يدرس، هدف يخليك تحط ايدك على بقك وتقول ايه الابداع ده. طب ليه الهدف ده كان مهم قوي؟ لانه جه في توقيت قاتل قبل نهاية الشوط الاول ب5 دقايق. ده فرق كبير في اي ماتش، بيخلي الفرقة اللي جابت الجون تدخل الأوضة بروح معنوية عالية، والفرقة التانية تدخل وهي بتحاول تستوعب اللي حصل. تفتكر البنك الأهلي قدر يرجع في الشوط التاني ولا كان خلاص اتصدم؟ ده اللي هنعرفه سوا. الشوط الثاني بدأ والبنك الأهلي نازل بكل قوته، بيحاول يعوض الهدف اللي دخل فيه. عملوا تغييرات وحاولوا يضغطوا على سيراميكا، لكن فريق أيمن الرمادي كان عامل حساب لكل حاجة. خط الدفاع كان صلب بقيادة جاست أرثر ورجب نبيل، وحارس المرمى محمد بسام اللي كان في قمة تألقه كالعادة، بيتصدى لأي محاولة خطيرة. أسامة فيصل وياو أنور من البنك الأهلي حاولوا كتير، بس كل محاولاتهم كانت بتقابل سد منيع. مع مرور الوقت البنك الأهلي بدأ ييأس شوية، والضغط اللي عملوه في أول الشوط الثاني بدأ يقل. وهنا بقى تيجي اللمسة النهائية. في الدقيقة 80 سيراميكا بيضرب الضربة القاضية. مين اللي بيخلص الحكاية؟ إنه المهاجم الخطير فخيري لاكاي. فخيري بيستغل هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، وبيوصل للكورة في منطقة الجزاء، بيحطها في المرمى بكل سهولة، وكأنه بيقول للبنك الأهلي أحلامكم في الكاس ده خلاص انتهت. هدف فخيري لاكاي ده كان زي الطلقة الأخيرة اللي قتلت أي أمل للبنك الأهلي في العودة. الماتش اتحسم بشكل كبير، سيراميكا بيأكد سيطرته وبيثبت للكل إنهم مش فريق بيكسب بالصدفة، دول فريق بيعرف يلعب على البطولات وبيعرف إزاي يحسم النهائيات. طب إيه السر في سيراميكا؟ ليه الفريق ده بيسيطر على كأس الرابطة بالشكل ده؟ ده الفريق اللي كسب المصري في نهائي، وكسب طلائع الجيش في نهائي، ودلوقتي كسب البنك الأهلي. ده مش مجرد حظ، ده شغل كويس، تكتيك عالي، واختيار لعيبة صح. عندهم لعيبة زي محمد رضا بوبو اللي بيقدر يصنع الفارق بلحظة فردية،
وعندهم مهاجم حاسم زي فاخري لاكاي، وعندهم دفاع قوي وحارس مرمى تقيل زي محمد بسام. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، بعد ما سيراميكا كسب الكاس ده للمرة الثالثة هيقابل مين في نص نهائي السوبر المصري؟ حسب اللوائح هيقابل الأهلي. يا لها من مواجهة منتظرة، بطل كاس الرابطة في مواجهة بطل الدوري والكاس. ماتش الأهلي وسيراميكا في نص نهائي السوبر ده هيكون ماتش من نار. تفتكر سيراميكا هيقدر يكمل مفاجآته ويكسر سيطرة الكبار، ولا الأهلي هيحط حد الأحلام سيراميكا في السوبر؟ ده ماتش النهائيات، ماتش العزيمة، ماتش اللي بيثبت إن الكورة مش دايماً للأندية الكبيرة بس. أندية زي سيراميكا اللي بتشتغل صح وبتعرف قيمة اللحظة تقدر تحقق المستحيل. ودي أجمل حاجة في الكورة، إنها دايماً مليانة مفاجآت. في النهاية البنك الأهلي قدم بطولة ممتازة ووصل للنهائي بجدارة، ودي حاجة لازم تتحسب لهم. بس في النهاية سيراميكا كليوباترا كان الأقوى والأكثر تركيزاً والأقدر باللقب. مبروك لسيراميكا على التتويج المستحق بكأس عاصمة مصر للمرة الثالثة، وهارد لك للبنك الأهلي. إيه اللحظة اللي مستحيل تنساها في ماتش سيراميكا والبنك الأهلي ده؟ هل كنت تتوقع أداء بوبو الخرافي ده؟ سيب رأيك في الكومنتات تحت.